اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تورته سهله جدا ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. تعالى اقولك بقى على اول حاجه كده. كان معايا صينيه مقاس 16، وطبعا مبطناها بالزبده الاول، وبعدين جبت ورقه الزبده هوريكي بنقطعها مدوره ازاي على قد الصينيه بتاعتك. بتعمليها زي المثلث كده، يعني تعملي مثلث كبير وبعدين تعملي مثلث تاني صغير لحد ما تبقى المثلث صغير كده معاكي. وبعدين هتيجي من الطرف كده من تحت، وهتقطعي على قد الصينية بتاعتك. لو انتي عايزة مثلا ورق الزبدة يكون على الاحراف برضو بتاعت الصينية فعادي خالص. لو مش عايزاها على الاحراف هتقطعيها على قد الصينية بالظبط، يعني القاعدة بتاعت الصينية بتاعتك. بصي هي كده بقت ايه، على قد القاعدة، بس ايه طالع حاجات بسيطة كده على الأحراف. بس هنسويها كويس في قلب الصينية، وكده يكون الصينية اللي احنا هنخبز فيها الكيكة جهزت معانا. هنعمل بقى الكيك. كان معايا ربع كيلو من دقيق الاسبونج، وكان معايا ربع كوباية مية وثلاث بيضات، وطبعا الفانيليا، وهاخد معلقة صغيرة من محسن الجل. آه، دي مش تورته كبيرة، دي ميني تورته مش تورته كبيرة يعني. بس هنحط كل المكونات على بعض، وبعدين هنحط معلقة صغيرة من محسن الجل، وهنضرب كل المكونات دي كده مع بعض لحد ما نوصل للقوام اللي هو الابيض اللي زي الكريمة. ما يكونش ما يكونش لسه مثلا، يعني بيبقى اصفر اول ما بتضربي فيه، بيبقى لونه اصفر هوريهولك دلوقتي. وبعد كده بيبدأ اللي هو يعني بيفتح معاكي اللون، يبقى ابيض زي ما انت شايفة كده اللون اصفر ازاي. مع كتر الضرب، لو انت عندك عجين هتوفري وقت ومجهود وكل حاجة، هيكون افضل واحسن يعني. بس هنضرب بقى الخليط بتاعنا ده كله، وبعدين زي ما انتوا شايفين عايزين نوصل للقوام ده كده. بصي اللي هو يعني متماسك، مش سايل مش سايل قوي قوي ولا تقيل قوي قوي، يبقى وسط يعني. وبعدين جبت الصينية بتاعتنا، طبعا تكوني مسخنة الفرن. يعني اول ما تبدأي اللي انت تشتغلي في الكيكة دي، تكوني مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 الفرن، بس من تحت. ما تشغليش الشواية. على حسب بقى الفرن بتاعك، ممكن الكيكة بتاعتك تاخد لون كده من فوق، يعني تتحمر الوش بتاع الكيكة من غير ما تشغلي الشواية. ولو ما خدتش لون من فوق، بعد ما تختبريها بعد نص ساعة او ساعة الا ربع، لما تفتحي وتختبريها كيكة استوت وتلاقيتي الوش بتاعها لسه ما خدش لون، فتقدري ان انت تشغلي الشواية دقيقتين 3 بالظبط، وهتطفي عليه. طبعا هتساوي الكيكة بتاعتك في قلب الصينية، وبعدين خبطتين 3 كده عشان تطلعي الهواء اللي في قلب الكيكة، وهندخلها الفرن. ده كان معايا ورق ترانسفير. طبعا انا هاخد من الورق الترانسفير ده يعني بصي صفين كده، 8 وحدات، بس مش هستخدمهم كلهم، يعني انا هعملهم هركن جزء بس في التلاجة، لاني هستخدمه برضو تاني يوم. فبدل ما اعمل كل يوم، فانا هعملها مرة واحدة واحطه في التلاجة. بصي ورق الترانسفير ده بتشتريه من عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني. قولوا له عايزه ورق ترانسفير، بيبقى عنده يعني اشكال كتير، ورده، قلب على رسمه مثلا شجره، اشكال كتير. تختاري اللي انتي عاوزاه. بس هتجيبي شوكولاته خام اللي هي الكاكاو دي، او شوكولاته بيضه لو عايزه تعمليها بشوكولاته بيضه. هتسيبيها على حمام بخار، ميه يعني تخليها تغلي، وتحطي الطبق بتاعك اللي في قلبه الشوكولاته، بس يكون الميه مش ملامسه الشوكولاته. وتسيبيها اول ما تدوب معاكي، مش هحط ولا ميه ولا هزود عليها اي حاجه خالص. اول ما تدوب معانا، جبت الشوكولاته زي ما انتوا شايفين كده، وبدات اللي انا املي الورق اللي هو الترانسفير ده، القلوب دي بالشوكولاته. بس مش هتحركيها خالص، انت هتملي القلوب دي كده بالشوكولاته، وبعدين هتديها بس خبطتين 3 كده علشان الشوكولاته تبقى متساويه، ما تكونش فيه حته عاليه وحته واطيه في قلب
الورق الترانسفير تبقى كله زي بعضه. وبعدين هتدخليها التلاجة عادي، بتقعد معاكي فترة لو هتعمليها وتسيبيها يوم او اتنين عادي خالص، مش هيحصل اي مشكلة طالما في التلاجة، يبقى تمام مفيش اي حاجة. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس زي ما انتوا شايفين كده، بس اديها خبطتين تلاتة كده عشان تبقى الشوكولاته متساويه، وبعدين ادخلها التلاجة. بعد ساعه الا ربع بالظبط طلعت الكيكه بتاعتنا، شايفين لونها كان جميل جدا، وكانت هشه وطريه جدا جدا. طبعا انا متعوده ان انا اول ما بطلع الكيكه بتاعتي من الفرن يعني بقلبها علشان اشيل ورق الزبده، وبعد كده بغطيها واسيبها لتاني يوم. كنت بس بالسكينة كده بشوف عشان لو هي متماسكة من الجناب فبفكها. وبعدين قلبت الكيكة بتاعتنا. بصي بقى لونها كان جميل جدا، ما كانتش واخدة لون زيادة اللي هو يعني بني غامق او كده، لا، اللون بتاعها كان جميل. لما يجي ازوق الكيكة دي مش هشيل الارضية بتاعتها او الجناب، لان لونها فاتح فاتح جدا، فمش اللي هو غامق اللي انا ممكن اشيله. بس كده شلت ورق الزبدة، وبعدين هغطيها تاني بالحلة او بالصينية بتاعتها وهسيبها لتاني يوم. في الوقت ده بقى كان تاني يوم الصبح. فجبت بقى شوفي الكيكة، شوفي هشة ازاي، وكانت سفنج جدا. هنقطعها بقى. بصي الوش بتاعها حتى لو كانت مثلا من على الوش آه، اتفتحت كده او شققت من على الوش، ما تقلقيش خالص، مش هيحصل اي مشكلة. الوش كده كده احنا بنشيله، وبيتشال معاكي بكل سهولة، يعني مش متعب لما تيجي تشيليه ولا اي حاجة خالص. بس هنشيل الوش بتاع الكيكة، وبعدين جبت المنشار اللي احنا هنقطع بيه الكيكة. خليته على درجة 9، مش فاكرة والله يبهني كانت 9 أو 8. بس هو كان على درجة واحدة، يعني مش ما عملتوش بدرجتين، هي كانت درجة واحدة. بس متهيألي كانت 9. اه كانت 9. بس فهنقطع بقى. بصي القطعة كانت سميكة جدا، ما كانتش رقيقة، لا. الربع كيلو دقيق اداني 4 طبقات، 4 طبقات من الكيكة كبار، مش قليلين. بصي الطبقة قد ايه. فانا هحط في قلب التورتة 3 بس، والرابعة دي هعمل بيها حاجة تانية خالص. بس هنعمل بقى الكريمة. جبت كوبايتين من المية اللي تكون ساقعة كويس، وبعدين حطيت نص كوباية من السكر، وهدوب السكر بس، وبعدين هنزل بمعلقتين من اللبن البودر، وبعدين هحط كوباية من الكريم شانتيه الخام. اللبن البودر بيفرق في طعم الكريمة صراحة، بيخلي طعمها تحفة جدا. لو جربتوها بالطريقة دي هتعجبكم. يعني من غير ما تحطي، في ناس بتعمل الكريم شانتيه ده بتعمله بحليب، فبدل ما تعمليه بحليب عادي ممكن تعمليه بمية ساقعة، وهتحطي معلقتين من اللبن البودر. بس هيديكي نتيجة كويسة جدا ان شاء الله، هتعجبك. طبعا هنضرب في قلب الخليط ده كله او الكريمة دي لحد ما ناخد القوام برضو اللي احنا عاوزينه. لو انت بتحبيها تبقى تقيلة قوي، بس يعني هتكون افضل لو هي مش الكريمة مش تقيلة قوي قوي، تكون وسط، ولا هي تبقى خفيفة ولا تقيلة. بس بعد ما ضربنا كده الكريمة بتاعتنا جهزت. جبت القاعدة طبعا اللي احنا هنحط عليها التورتة بتاعتنا، وبعدين حطيت قطعة يعني حتة صغيرة كده من الكريمة علشان تثبت الكيكة مكانها ما تتحركش وانا بزوقها. وبعدين حطيت سقيتها طبعا بالخليط اللي احنا بنشرب بيه الكيكة بتاعتنا، وبعدين حطيت الكريمة. وهساوي الكريمة كده عشان تبقى متساوية في قلب الكيكة، ما تكونش في حتة فيها كريمة كتير وحتة ما فيهاش. بس وبعدين هنحط الطبقة التانية، وبعدين هنشرب الكيكة بتاعتنا بالخليط بتاع التشريب اللي انتوا يعني اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. لو مش متوفر عندك او مش عايزة تحطي ال الخليط ده اللي هو بتاع التشريب، ممكن تستبدليه بنص كوباية حليب مع معلقة سكر، هتدوبيه كويس في قلب الحليب بس كده، وتسقي بيه او تشربي بيه الكيكة بتاعتك. ممكن تعمليها ببيبس مثلا سيفن، اي حاجة، مش شرط يكون يعني الشربات ده.
بس هنحط الكريمة وتسويها كويس تبقى كلها متساوية كده. وبعدين هنحط الطبقة اللي بقى هتبقى على الوش، يعني دي هتبقى الوش بتاع التورتة بتاعتنا. وطبعا بين كل طبقة والتانية بنسقي الكيكة او بنشرب الكيكة بالخليط ده. لازما كل طبقة تحطي الخليط ده بس. وبعدين هنحط الكريمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. يعني الكريمة تحس ان هي خفيفة مش تقيلة قوي، يعني سهلة في الفرد، مش اللي هي مش هتتعبك. يعني انتي احسن حاجة حطي المقدار ده بس تكون كريمة المتحدة. انا بستخدم كريم شانتيه اللي هو المتحدة، كويس جدا وبيديكي كمية يعني كويسة. بصي هتحطي كوبايتين من المية على كوباية كريمة ونص كوباية سكر، بس المقدار ده بيطلع مظبوط. وبيديك القوام بتاعه بيبقى حلو زي ما انتوا شايفين كده، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. بس هحط بقى الكريمة علشان ابقى بس متأكدة ان الجناب كلها واخدة كمية كريمة كويسة، مش هعرف انا اوزعها الكريمة دي بايديا. فحطيتها في كيس حلواني وبعدين عملتها بالشكل ده كده. وبعدين جبت السكليبر بقى هنوزع الكريمة كويس جدا ونسويها. وانتي بتسويها كده مش هتتكي قوي، يعني مش هتشيلي كل الكمية الكريمة اللي انت حطيتيها، ايدك تبقى خفيفة جدا وانتي شغالة كده. وبعدين علشان تساوي الوش، احنا طبعا لسه ما سويناش الجناب برضو. علشان تساوي الوش بتجيبي من بره لجوه كده زي ما انتوا شايفين. هسويها انا بالسكينة التانية او بالسكريبر التاني، او زي ما انتوا شايفين كده، علشان بس اعرف اللي انا يعني اتحكم فيها اخليها تبقى كلها سوي واحد، ما تكونش في حتة مثلا فيها كريمة كتير وحتة ما فيهاش. اهم حاجة بس تنضفي يعني القاعدة بتاعة التورتة بتاعتك علشان بيبقى فيها كريمة كتير مكان ما انت اشتغلتي يعني. كده بعد ما نضفنا القاعدة وسويت الكريمة بتاعتي، فجبت بقى جيلي الفراولة وهنعمل بصي زي ما انت شايفة كده. صراحة انا يعني انا قلت للي طلبتها مني، قلت لها انت عايزاها شكل معين يعني، او عايزاها فانيليا ولا شوكليت، فقالت لي اللي انت عايزاه اعمليه على ذوقك انت. بس فانا عملتها لها كده وهي عجبتها جدا جدا يعني. طعم وشكل يعني شكرت فيها الحمد لله. بس وبعدين بقى حطيت الكريسبي اللي هو الصغير ده لون فضي. ممكن تحطيه يعني بصي ما يكونوش كل اتنين كده، يعني ممكن تحطيه عشوائي، يعني واحدة فوق واحدة في الجنب كده، مش لازم يبقوا كلهم كل اتنين تحت بعض كده، لا ممكن تحطيهم اي شكل بقى يعجبك اعمليه. بس هنحط الكريسبي اللي هو لونه فضي. وبعدين بقى علشان اكسر اللون ده، لان القاعدة زي ما انتوا شايفين القاعدة بتاعت التورتة لونها ابيض، والتورتة من الكريمة برضو بيضة، فانا عايزة اكسر اللون ده علشان اظهر التورتة بتاعتي. فجبت برضو كريسبي بس شوكليت يعني لونه شوكولاتة بني. وبعدين حطيت زي ما انتوا شايفين كده داير ما يدور التورتة. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحسي بقى الشوكليت ده أو الكريسبي ده خلى التورتة بانت أكتر. بس زي ما انتوا شايفين كده هنجيب بقى الكريمة بتاعتنا. انا هعمل وردات بالشكل اللي يعني بالقمع اللي انتوا شفتوه ده. بصي هعملها بقى داير ما يدور برضو وردات كده. اعملي بقى اي وردات انت عايزاها، يعني ممكن تعملي شكل تاني خالص مش نفس الشكل ده. بس هنحط الوردات بتاعتنا. وبعدين جبت الكريسبي بقى بس اللي هو الكبير شوية لونه فضي برضو، فهحطها داير ما يدور بس من جوه. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلش الفيديو بس طويل شوية يعني سامحوني. بس انا والله بحب ان انا اوريكم كل حاجة
يعني مش بخبي عليكم اي حاجة خالص، علشان لو في واحدة عايزة تعمل الحاجة دي في البيت يبقى هي عارفة كل التفاصيل، ما فيش حاجة يعني ايه تبوظ معاها. بس وبعدين حطيت شوية كده زي معلقة من الجيلي الفراولة برضو في النص كده، وهسويها بالمعلقة يعني، او هوزعها بالمعلقة زي ما انت شايفة كده. وبعدين بقى هجيب القلوب اللي انا كنت عاملاها في الورق الترانسفير، هحط 2 بس. لو انت عايزة تكتري يعني مثلا عايزة تحطي 3 او 4 فعادي خالص بقى، دي حرية شخصية. بس هحط 2 بالشكل ده، وكده يكون التورته بتاعتنا جاهزة. بجد كانت جميلة جدا وعجبتها، يعني عجبت صاحبتها، قالت جميلة جدا في الطعم والشكل، كانت تحفة. بصي بقى، لو انتي شغالة برضو اونلاين فانتي بتجهزي الحاجة بتاعتك وتحطيها في التلاجة لحد ما العميل يتصل مثلا عليكي انا جاية في الطريق، فبتقومي تقفلي الحاجة بتاعتك تحطيها في الكرتونة وتقفليها. بس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه كتير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ أبرار. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.